رمضان جاء، نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا، من صامها بلغ المرام، ملئت ليالينا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، فإننا سوف نتحدث في هذا اليوم المبارك عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر زكاة واجبة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. وزكاة الفطر على هذا فهي واجبة إخراجها، فلا يصح للإنسان أن يتهاون فيها. وأما وقت وجوبها فإنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبالتالي فلا يصح أيضا التهاون في إخراجها. وجاز للإنسان أن يتقدم عن هذا الوقت بيوم أو يومين أو ثلاثة مراعاة لحال الفقراء، كما أنه لا ينبغي له أن يؤخر وقت إخراجها عن صلاة العيد، مع أنه يجب عليه أن يقضي هذه الزكاة إن حضرت صلاة العيد ولم يخرج هذه الزكاة. وأما عن مقدار هذه الزكاة فإنها تخرج صاعا من غالب قوت أهل البلد، والصاع ما يعادل 2 ومعها نيف يسير من 240 جرام إلى 280 جرام، فتكون هكذا من غالب قوت أهل البلد، سواء كان من الأرز أو الطحين أو نحو ذلك. وينبغي للإنسان أن يتحرى في إخراج هذه الزكاة الفقراء والمساكين، فقد ورد في الحديث: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وجاء في حديث آخر أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فاحرصوا أيها الإخوة الكرام على أن تخرجوا هذه الزكاة طيبة بها نفوسكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.